السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم راح نسوي برياني لحم. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، عندي تقريبا نص كيلو لحم قطعته مكعبات صغيرة، خليته يستوي تقريبا ربع ساعة. هنا راح اضيف له شوية سمنة، وهنا راح اخلي بصل بودرة. وهنا بالنسبة للبهارات عندي ورق الغار، نومي بصرة مطحون، وكاري، وهيل، ودارسين، وبهارات برياني، وشوية من الكركم. هنا ضفت لهم شوية مي، وعندي بازاليا وجزر سالقتهم اني. وهنا مكعبات بطاطا قليتهم. وهنا ضفت لهم شوية مي، واخر شي اضيف الملح. وهنا بالجدرية الثانية راح احمس شعرية. برياني سهل ومن صدق سهل، ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. هنا عندي تمن بزمتي او رز، 3 كاسات ناقعتهم اني. بس هنا شوي اليوم البرياني حبيت طبعا اقدمه لكم، بلكت يعني يعجبكم هذه الوصفة. هنا شوي الاختلاف راح نخلي عصير الطماطة. هنا خليت شوية برياني، بهارات برياني. جربوها وان شاء الله راح تعجبكم هذه الوصفة، وان شاء الله تعتمدون عليها. وهنا اكيد اخر شي اخلي الملح وبس. وهنا راح نضيف المي. وشوفوا مثل ما قلت لكم، برياني على السريع ويلوق لحلقكم. جربوه وانطوني رايكم وكتبوا لي بالكومنت. هنا بس هدرته طبعا، ما خليته يستوي نص ساعة، ونضيف الحشوة اللي سويناها ونخليها على أنص نار ونهدر عليه واستوى. وراح ان شاء الله راح يستوي التم، نقدمه انا وياكم، وان شاء الله يعجبكم حبايب قلبي. وبس هنا بدينا راح نصبه. طبعا حمست شوية لوز وياه، ومثل ما قلت لكم على السريع، وطبعا أذن وما بقى شوية على الفطور. حتى الصب مالتي ما أدري شلون، يعني الصب مخربط، بس مو مشكلة، بس هو بالآخر هو طيب وكلش طيب. طبعا أكيد نقدمه ويا الشطة، نقدمه ويا اللبنة والزبادي والسلطة. حبايب قلبي لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع ألف سلامة.